موسم التين لسه موجود، تعالوا نستغل ده ونعمل احلى سلطه التين بالجبنه القريش وتتبيله خفيفه وطبيعيه من جرين هاوس. مش محتاجه غير 4 خطوات بس وتكون جاهزه. اول حاجه هنبدا بيها هي الخس، لما بيكون طازه واخضر ومليان ميه بيخلي طعم السلطه احلى بكتير. تاني حاجه واللي خلت طعم السلطه حلو قوي وكريمي هي الجبنه القريش، وبالذات لما بيكون مضاف ليها خضار ونكهات بتعجب الاطفال جدا. وهنا ضفت جبنه قريش بالبنجر وجبنه قريش بالطماطم وعين الجمل. تالت خطوه هي التين. مش متخيلين يا جماعه حلاوه السلطه لما بيتحط عليها فاكهه سواء تين او فراوله، يعمل معادله ما بين طعم الجبنه والخس وبيضيف لها نكهه زياده. وطبعا السلطه بتكمل بتتبيله حلوه ومظبوطه. كل المكونات الموجوده طبيعيه ومظبوطه جدا مع بعض، ودايما هتحسوا انها حولت طعم السلطه تماما ومسكت كل المكونات في بعض. لو بتفكروا تمشوا على نظام صحي ومغذي لجسمكم كل يوم وتشجعوا اطفالكم يبداوا حياه صحيه زيكم، مفيش احلى من طبق سلطه كل يوم، سواء جنب الاكل او تاكلوه كوجبه لوحده وتضيفوا له صدور فراخ متقطعه او اي نوع بروتين. هيفرق جدا في صحتكم ومعدل الطاقه والنشاط هيزيد. جربوا السلطه وزودوا الحاجات اللي بتحبوها مع التين، وبالهنا والشفا.